مش شرط الفنان ياخد بطولة مطلقة عشان يبقى نجم والناس عارفاه. في كتير قوي فنانين وفنانات بيلعبوا أدوار تانية وتالتة ومعروفين كويس قوي في الشارع المصري. من ضمنهم الفنانة الجميلة عبير منير. عبير منير اتولدت 27 مارس 1966، يعني اليومين دول كان عيد ميلادها ونقول لها كل سنة وانتي طيبة يا ست عبير. عبير واحدة من الوجوه المألوفة قوي في الدراما المصرية، خاصة إن هي بتتمتع بجمال أخاذ وفائق، وبيغلب على شكلها الطابع الخواجاتي شوية، عيون ملونة بياض شعر أصفر وبطة كده في نفسها. الست عبير استطاعت تثبت حضورها بأداء هادي ومقنع، خلاها قريبة قوي من قلوب المشاهدين. ارتبط اسمها كمان بكونها أرملة الكاتب الكبير محبوب الشارع المصري أسامة أنور عكاشة، اللي كان بيحبها جدا وكان شايفها ست الكل، وكانت متربعة على عرش قلبه لغاية آخر يوم في حياته. أسامة أنور عكاشة أحد أهم كتاب الدراما في تاريخ التلفزيون المصري. بداية عبير لما اتولدت في اسكندرية، لأن هي أصلا اسكندرانية، ظهرت موهبتها الفنية مبكر جدا. بدأت نشاطها الفني هي لسه في المدرسة الابتدائي، كانت في مدرسة سكوتش للغات بالإسكندرية، وهي كانت مدرسة شهيرة في وقتها. كانت دايما بتشارك في العروض المسرحية المدرسية، ولفتت أنظار كل المدرسين وكل المدرسات وحتى زميلها، لدرجة إن أحد المدرسين الإنجليز وقتها أعجب جدا بموهبتها، واقترح على أسرتها إنها تسافر إنجلترا تدرس هناك التمثيل بشكل احترافي، وتتلقى كمان دورات متخصصة هناك. لكن العيلة طبعا بطبيعة الحال في التوقيت ده كمان رفضت، وفضلت إن بنتها تفضل في مصر قدام عينهم وتكمل دراستها. لكن فضل حلم الفن جوه عقل وقلب عبير لغاية ما قدرت تحققه على أرض الواقع. انطلاقة عبير الحقيقية في الدراما كانت من خلال أدوار كتيرة صغيرة، زي مثلا مسلسل مباراة زوجية، ومسلسل المصروية اللي شاركت في الجزء الأول بتاعه. المخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ لفت نظره أداء عبير في مسلسل المصروية، وقرر زيادة مساحة دورها في الجزء الثاني. وبعد كده بدأت رحلتها الفنية بالمشاركة المتنوعة في العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية. خلال السنوات الأخيرة عبير أصبحت من الوجوه المألوفة أوي والمميزة، وده في العديد من المسلسلات المصرية. قدمت أدوار الأم، السيدة القوية، السيدة الأرستقراطية، شخصيات مركبة كتير، وكان من أبرزها مسلسل الطاووس اللي كان سنة 2021، وقامت بدور والدة فرح. ومسلسل لما كنا صغيرين 2020 قامت بدور رجاء. وحدوتة مرة مع غادة عبد الرازق والحرباية والحصان الأسود وطاقة نور والشك والقاصرات. كمان شاركت في العديد من أعمال سنة 2022 زي راجعين يا هوا، القاتل الذي أحبني، بيت الشدة. أما أعمالها بقى في السينما فظهرت في بنات ثانوي، ساعة رضا، إعدام بريء، وكمان ظهرت في العديد من البرامج التلفزيونية والحوارية، زي مثلا كلام ستات وزي مساء الفن. وكانت دايما تطلع تتكلم عن مشوارها الفني وكواليس أعمالها. الحقيقة إن هي ست لبقة جدا ومتحدثة جيدة، وزي ما قلنا جميلة وعندها قبول. كمان هي بصراحة فنانة بتخطو خطوات هادية وثابتة. عبير ما بيفرقش معاها البطولات، أهم حاجة تعمل دور مميز وهادف والناس تفتكرها بيه. اتميزت عبير بأسلوبها التمثيلي البسيط الواقعي، ده اللي خلاها تقوم بأدوار كتيرة في الدراما الاجتماعية المصرية. وزي ما قلنا ما بتعتمدش خالص هي على البطولة المطلقة، لأن حضورها في أي عمل بيضيف ليه مصداقية وعمق درامي كبير. في ذكرى ميلادها الأسبوع ده زي ما قلنا بنقول لها كل سنة وانتي طيبة يا ست الكل، ودايما منورة الشاشة.
لو قلنا كده حتة صغيرة عن حياة عبير منير الشخصية، فهي كانت متزوجة من رجل الأعمال الكبير محمد أورا، وبنتها تبقى الفنانة الجميلة الشابة ملك أورا. بعد كده اتجوزت زي ما قلنا من الراحل القدير أسامة أنور عكاشة، وهي بتقول قفلت قلبي من بعد منه وعايشة على ذكراه. دي كانت حكايتنا النهاردة عن الفنانة الجميلة عبير منير، وأنا أختكم همسة ودي قناتي. من فضلكم ادعموني باللايك والاشتراك في القناة. شكرا جزيلا.